ايوه اليمن اتحولت لجمهوريه وتم بالفعل طرد البريطانيين من اليمن، وبعد كده من قطر، وبعد كده من عمان ومن الامارات، والساحل ده كله اتحرر من بريطانيا بسبب اساسا حرب اليمن في الاساس. يبقى دخول مصر اليمن كان عشان السببين دول. يبقى السببين دول اتحققوا ولا ما اتحققوش؟ هتقول لي اتحققوا. يبقى في ايه مصر خسرت الحرب؟ واحنا لازم برضو نشغل دماغنا. ما هو اصل الحرب مش شرط ان انت تكسبها كده بالاسلحه لا، طالما اهدافك اتحققت من الحرب دي يبقى انت كسبت الحرب على طول. عندك مثلا الحرب البارده ما بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، هل حصل حروب نوويه ولا حاجه؟ لا، بس الهدف من القوتين ايه؟ ان في قوه فيهم تسيطر على العالم كله، وبالفعل امريكا هي اللي سيطرت على العالم كله بدون ما ترمي نووي ويحصل حرب ما بين البلدين، لان لو كان حصل حرب ما بين البلدين كان العالم كله اتفنى. هل معنى ذلك نقول ان امريكا ما انتصرتش؟ لا طبعا انتصرت، برغم ان هي ما ضربتش رصاصه واحده على الاتحاد السوفيتي. فطالما اهدافك اتحققت سواء بحرب او بدون حرب يبقى انت كسبت الحرب. فمصر كسبت الحرب. هتقول لي طب ما هو دمر جيشنا والسبب ضياع، هقول لك ما انا معاك ان